السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، يا رب يكون الجميع بخير. بيتهيألي إن النهاردة جماهير الأهلي وجماهير الزمالك بألف خير. يعني رجاء اللي هيدخل النهاردة من نص اللايف هيفتكر إن أنا مش أهلاوية من اللي هيتقال، ولكن يا جماعة والله أنا بقول بما يرضي الله. النهاردة كان في لقاءين، طبعا أهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز السوبر، الأهلي وسيراميكا في الدوري طبعا، والزمالك وبيراميدز في كاس مصر. بعتذر. هنبدأ بمين؟ هنبدأ بالمباراة الأحسن، بالمباراة اللي يتقال لها أكاد من فرط الجمال أذوبه، المباراة اللي بقالنا زمن ما شفناش زيها. يتفق معايا من يتفق ويختلف من يختلف. أقسم بالله أنا النهاردة ما اتعشيت ولا هتعشى، أنا اتعشيت كورة من مباراة الزمالك. إيه الجمال ده؟ يعني إيه الروح دي؟ إيه الأداء ده؟ إيه الرجولة دي؟ ايه الإثارة دي؟ يعني انت النهاردة شبعت، روحك شبعت كورة والله العظيم. الزمالك وبيراميدز النهاردة قدموا لنا مباراة أوروبية، مباراة في قمة الإثارة والمتعة. المباراة ماشية، بيراميدز يتقدم الزمالك يتعادل، بيراميدز يتقدم الزمالك يتعادل، ووصلوا لضربات الترجيح برضو في وجع قلب. النهارده احنا قاعدين بنتفرج على الماتش، ناس نهجت من اللي شايفينه. النهارده عودة مبارك للزمالك في مباراة سموحة الخمسة، قلنا الأداء وحش وكان كسبان 5. النهارده بقول عودة مبارك للزمالك، واللي احنا قلناه ان اسوريو كان لازم يمشي وفرق. اسوريو لو كان لعب الماتش ده ما كانش هيطلع الماتش ده بالشكل ده ولا بالمستوى ده ولا بالروح دي. الزمالك عشان النهارده يقف قدام فرقه زي بيراميدز بكل السكواد بتاعها، اللي احنا قلنا في بدايه الموسم السكواد بتاع بيراميدز ده اللي هو السكواد المتنقي على الفرازه اللي يلعب كاس العالم، النهارده الزمالك يقف قدامه ند بند والماتش رايح جاي والزمالك ياخده منه. شابوه للزمالك. النهارده الماتش في قمه الاثاره والمتعه بجد بجد. ايه يعني ايه الاداء ده؟ ايه الروح والرجوله دي؟ ايوه كده، هي دي الكوره، متعه وحلاوه وكل اللي تقول قوله. مباراه النهارده ولا في الاحلام. مبروك للفريقين، الاداء قبل النتيجه. بيراميدز النهارده للامانه برغم النقص العددي وبيلعب وعمل مباراه للتاريخ. اما الزمالك بقى معلش انتوا عارفين انحيازي للفرق الجماهيريه، فاحنا اتكلمنا كلمتين على بيراميدز اللي جاي كله للزمالك. الزمالك بقى مع معتمد جمال عاد وعادت مدرسه الفن والهندسه، وانا الحمد لله قلت الزمالك بالسكواد بتاعه ده، وهو مش عارف يجيب حد ومشاكل والدنيا، بس بالسكواد ده لا، السكواد ده محترم جدا، بس هو كان محتاج مدرب يعرف يوظف اللعيبه التوظيف الصح. وجه معتمد جمال واثبت ان انا كلامي صح، وانا لا بهلل ولا بطبل وبقول وجهه نظري بكل امانه. نرجع ونقول الزمالك لما فاز على سموحه الكل هلل وقال الزمالك عاد، انا قلت
ما شفتش جديد وقلت ان الزمالك وحش ومفيش خط نص ولا عنده دفاع، خط الظهر واقع، وخط الظهر كان كله شوارع بسبب طبعا افتكاسات سوريو. دلوقتي بقول لجماهير الزمالك مبروك عليكم عودة الزمالك، مبروك عليكم عودة مدرسة الفن والهندسة. الناس هتستغرب انا بتكلم ليه كده عن الزمالك. هقول لك انا ما عنديش شك 1% ان عودة الكرة الحلوة والاداء الجيد للاهلي نفسه مقترنة بعودة نادي الزمالك. الاهلي بيلعب ومتأكد ان مفيش حد بينافسه في مصر، وعشان كده شايفين اداء الاهلي عمال يتراجع. هترجع المنافسة تاني لملاعبنا، هنبان ان البطولات المحلية قوية للناس اللي كانوا بيتكلموا على مفيش كرة في مصر والكلام ده. مبروك للزمالك الفوز والصعود للنهائي عشان نشوف القطبين من تاني في عرس رياضي يمتعنا ويشبع روحنا كرة. وان شاء الله نهائي ممتع ما بين الاهلي والزمالك يليق باسم الكرة المصرية. وبرغم ان كل الاهداف اللي دخلت في الزمالك كانت من اخطاء دفاعية، ولكن ده وضع الزمالك من فترة، وما اقدرش احمل الكابتن معتمد جمال اي اخطاء في اول ماتش ليه. وده يا جماعة مش ماتش عادي، ماتش بالصعوبة دي. الراجل ده ما يتقلوش ولا نص كلمة ويتضرب له اجدع تعظيم سلام وشابوه يا كابتن معتمد. خصوصا الراجل بيلعب في كمية غيابات كبيرة. النهارده الزمالك بيلعب ناقص اكتر من نص الفرقة. انت بتتكلم في فتوح والونش ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري ومحمد صبحي وغيرهم كتير، انا يعني مش حاضرني اسماء كل الناس. واخيرا المكسب بقى الحقيقي النهارده اللي انا شايفاه من وجهة نظري، انك اخيرا طلعت عبد الله جمعة من الثلاجة. عبد الله جمعة اسفة من افضل وامهر اللعيبة، ولو اخذ الفرصة هيغطي على فتوح. وفي النهاية عايزة اقول لجماهير الزمالك عودا مباركا، ونلتقي في نهائي كاس مصر ونرجع بقى نشبع روحنا كورة زي زمان. واهلا وسهلا برجوع الديربي الحقيقي للكرة المصرية. اتمنى التوفيق للفرقتين في النهائي، طبعا اتمنى اكتر التوفيق للاهلي، ولكن فرحتي بس ان انا هشوف كورة، هشوف اداء، هو ده بالنسبة لي. نيجي بقى للمباراة التانية اللي هي كانت طبعا الاهلي وسيراميكا في الدوري. زي ما اتكلمنا بالامانة في الزمالك هنتكلم بالامانة عن ماتش الاهلي. برغم فوزه الاهلي بدأ المباراة النهاردة بشكل سيء جدا، وكان سيراميكا كليوباترا الافضل والاكثر استحواذ والافضل انتشار في الملعب، وكان لسيراميكا محاولات كتير على مرمى الاهلي، وفي حالة من عدم التركيز بين لعيبة الاهلي، وفي عشوائية في اداء الاهلي، وحالة من عدم التجانس بين لعيبة الاهلي. وكان سيراميكا عامل ضغط عالي جدا على الاهلي لدرجة ان الاهلي مش عارف يطلع بالكورة، وفي بعض الاحيان لعيبة الاهلي كانت بتلجأ للخشونة ضد لعيبة سيراميكا كليوباترا. وده طبعا بان من كمية الانذارات اللي خدها لعيبة الاهلي، 5 انذارات، ده كتير طبعا، وده بسبب عدم التركيز. وعلى عكس سير المباراة وضغط سيراميكا المستمر على الاهلي، بيسجل ياسر ابراهيم هدف الاهلي الاول في الدقيقة 32، وبرغم تقدم الاهلي بهدف كانت الجماعية غايبة عن اداء الاهلي. ما شفناش الاطراف بتشتغل ولا شفنا اختراقات من العمق. امام النهارده وديانج ومروان مش في مستواهم، وكان ثلاثي سيراميكا جون إيبوكا والقندوسي محمد ابراهيم عاملين خطوره على الاهلي. حتى في الشوط الثاني نفس الاخطاء
ومفيش تحسن في اداء الاهلي. سيراميكا برضو ضاغط على الاهلي من كل مكان، والعارضه بتمنع هدف اللاعب الخطير زلاكا في الدقيقه 58، والقندوسي بيتألق وبيحرز هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقه 58. بيستمر الاداء السيء من الاهلي، ولكن افشه بالتعاون مع كريم فؤاد بيهدي الاهلي 3 نقاط غاليه جدا. وهي دي كرة القدم، احيانا تعطي لمن لا يستحق. النهارده الاهلي ما كانش يستحق، ما كانش فيه لاعب في الاهلي اقنعني. النهارده ما شفناش اختراقات ولا اطراف، في اخطاء في التمرير من احمد عبد القادر لحد ما تم تغييره ما كانش ليه اي وجود. طاهر ما ظهرش بنفس مستوى الماتش اللي فات مع المقاولين العرب. نص الملعب زي ما قلنا لا امام كان في مستواه ولا مروان عطيه. للاسف مروان بقاله فتره كبيره قوي ولسه مستمر في تقديم الاسوأ. اداء بيرسي تاو كان بيتحرك بشكل كويس، ولكن في النهايه بيرسي تاو مش راس حربه. كريم فؤاد لما نزل للامانه صنع الفرق مع قفشه وساهم في فوز الاهلي النهارده. طرد طبعا لاعب سيراميكا كليوباترا. كل اللعيبه مستواها النهارده في الاهلي نازل بشكل كبير جدا، مفيش تركيز. الاهلي ما قدمش الاداء المنتظر منه الموسم ده لحد دلوقتي، لكن الحمد لله الاهلي فاز وحصل على 3 نقاط غاليه جدا. هارد لك لنادي سيراميكا كليوباترا والكابتن ايمن الرمادي. للامانه انتم قدمتم اداء محترم قدام الاهلي، ولكن في النهايه الخبره حسمت الفوز لصالح الاهلي. نتمنى الاهلي مستواه يكون افضل المباريات الجايه، وخصوصا انت عندك نهائي في الكاس قدام الزمالك، فنتمنى ان الاداء يتحسن. الزمالك النهارده يخض، نتمنى ان الاداء يتحسن. لحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو عجبك دعمني، اعمل له مشاركه، اشترك معايا على صفحتي على الفيسبوك او على قناتي على اليوتيوب. يشرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.